يا ترى لو قارنا ما بين مصر والامارات وامريكا والصين من حيث حريه الاقتصاد، وده مؤشر اقتصادي بيستخدم داتا من قطاعات مختلفه، قطاع الاعمال، قطاع التجاره، تطبيق القوانين، وبيعمل سكور من 0 ل 100. 100 دي اكتر دوله فيها اقتصاد حر، ضرائب مش مرهقه للشركات، وفي نفس الوقت بتدعم الابداع ورياده الاعمال، و0 هي الدوله اللي فيها عكس الكلام ده. هنلاقي ببساطه ان امريكا هي اول دوله بمعدل حوالي 80%، وبعدها الامارات حوالي 70%، بس ده كان سنة 2010. لو وصلنا لحد 2020 هنلاقي ان حصل العكس، امريكا انخفضت والامارات بقت اعلى في المؤشر بفارق مش كبير. المنافسة ما بينهم قوية، وده خصوصا بعد محاولات ترامب لوضع تعرفة جمركية والسيطرة على التجارة من الصين والهند. والحكومة الأمريكية دلوقتي مش في أفضل حالتها، خصوصا بعد التضخم الكبير اللي خلى الحكومة تتدخل. لو بصينا بقى على الصين ومصر هنلاقي ان مصر كانت متقدمة على الصين لحد تقريبا سنة 2014، بعدها الاتنين بقوا